تشييع جنازة الطفل، الله يجعله الشفيع إن شاء الله الوالدين. جنازة الطفل عساف بن يوشع عبد العزيز وموسى بن تركي. خلال الساعات اللي فاتت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل عساف بن يوشع عبد العزيز وموسى بن تركي، وآثار خبر وفاته صدمة كبيرة لكل السعوديين. وقد أشيع جثمان الطفل عساف ابن الناشطة السعودية يوشع عبد العزيز وزوجها موسى بن تركي وسط حالة كبيرة من الحزن والصدمة. صلاة الجنازة اتعملت بعد صلاة العصر في جامع الرجحي بالرياض، وبعدها اتدفن في مقابر النسيم. وحضر الجنازة عدد كبير من الأهالي والأصدقاء والجمهور اللي حبوا يشاركوا العيلة حزنها. وكمان اتفتح العزاء في بيت عبد الله شقيق والده في حي القيروان بالرياض. الواقعة حصلت يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 لما كان الطفل عساف مع والدته في زيارة لخالته وجدان، وخلال الزيارة وقع في حمام السباحة الموجود في البيت، ورغم محاولات إنقاذه للأسف ما قدروش ينقذوه، ورحيله فجأة عمل صدمة كبيرة لعيلته ومتابعين والدته ووالده. الخبر عمل حالة تعاطف واسع على السوشيال ميديا، والناس كتبت آلاف الرسائل بالدعاء لعساف وبالعزاء لأبوه وأمه. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله شفيعا لوالديه، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.